السلام عليكم. عمرك سألت روحك علاش التونسي كي يحكي على الوقت يقول درج وما يقولش 5 دقائق كما باقي شعوب العالم؟ والاستغراب هدايا لاحظوه عند أشقائنا في الخليج اللي استغربوا كيفاش التونسي يستعمل درج في التقييم الزمني. بصراحة باش تتفاجئوا اللي الجواب هو علمي بحت وفيه تاريخ طويل مش اعتباطي. في الحلقة هذه من بودكاست درة وخاصة في فقرة أصل الكلمة باش يجاوبكم بالتدقيق وبإسناد علمي بحت على السؤال هذا. قبل ما نبدأ يريد تدعمونا بجيم وتشتركوا زادة في بودكاست درة ميرسي دافونس. نحب نرجع بكم شوية للقرن الثامن ميلادي وخاصة سنة 737 ميلادي في تونس، وين تأسست أقدم جامعة في العالم، جامعة الزيتونة. الجامعة هذه كانت منارة علمية تقري الدين، الفلسفة، المات، الطب وعلم الفلك وغيرها من العلوم. ومن علم الفلك باش نلقاو أصل كلمة درج اللي استعملوها التوانسة في تقييم الزمن. من منطلق هدايا باش نجاوبكم على السؤال. الكل نعرفوا اللي الدائرة هندسيا فيها 360 ديجري، يعني 360 درجة زاوية في علم الفلك. وبما أن الأرض تعمل دورة كاملة في 24 ساعة، علماء الفلك حولوا الدرجة الزاوية يعني 1 ديجري إلى زمن. باش تقول لي كيفاش؟ تنقول لك راهي الحكاية سامبل على الآخر. 24 ساعة في 60 يعني 24 ساعة في 60 دقيقة يقسموها على 360 درجة تساوي بالضبط 4 دقائق، وبالتالي أصبحت الدرجة الزاوية تساوي 4 دقائق. والتوانسة كانوا قبل يحسبوا الوقت بالدرجات، يعني كي يقول لك 5 درجات يعني ببساطة 20 دقيقة. ومن بعد في أوروبا كي جاو يصنعوا في الساعات الميكانيكية اللي بالعقارب مش إلكترونية، كي قسموا الدائرة على 4 عطاتهم عدد صحيح اللي هو 90 جزء، لكن تفاجئوا اللي الأعداد من 1 إلى 12 ما هي سيمتريك لمركز الدائرة. هذاك علاش قرروا يقسموها على 5 باش تولي الأعداد من 1 إلى 12 متماثلة على مركز الدائرة، يعني 6 قبلها 12 و3 قبلها 9 وهكذا، تو سامبلومون باش يسهلوا استعمالها. لكن التونسي بقى وفي للتسمية العلمية الصحيحة، وبقى يستعمل في مصطلح درجة زاوية يعني درجة، لكن المرة هذه مش على 4 دقائق، على 5 دقائق. ومع مر الزمن وقع تشويه مصطلح درجة إلى درج اللي احنا نستعملوها إلى يومنا هذا في حساب الوقت. وهذا يوريكم قداش التوانسة ديما كانوا أهل علم وفكر، والتفرد متاعهم اليوم ما هوش إلا امتداد لذاك التاريخ. والله أعلم. مرة أخرى إذا عجبتكم الحكاية ما تنسوش تدعموا بودكاست درة بالاشتراك باش نكملوا نوريوكم حكايات أخرى كيفاش الثقافة والعلم يتشابكوا في حياتنا اليومية. شكرا على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء في أصل كلمة أخرى.